ما فيهوش حاجة يعني ذات قيمة، بس انا جيت هنا لقيت اصنام اللي هو اصلا ما فيش حاجة مميزة وما اعرفش مشهورة على ايه. هي دي يعني هي الناس دي مش بتتضايق او مش بتزهق. ايه ده ماله ده؟ عمال رايح جاي وعمال يزعق. انا ايدي لسه بتترعش من الواد. انا قالت لي نو. هو ايه اللي نو يعني؟ ازيكم في فيديو جديد خفيف لطيف ظريف من الاولد تاون، اللي هو يعتبر المكان اعتقد الاشهر في المدينة اللي انا فيها. لسه واصل الاولد تاون حالا. هي دي الاولد تاون، واحد اهو، مطاعم على الصفين طبعا. الراجل بدأ يغني سخن. تحفة طبعا. الدنيا زحمة عشان النهاردة اجازة. لطيفة والله الاولد تاون دي، يعني الناس ماشية مبسوطة، بس يعني ايه لغاية دلوقتي ما شفتش حاجة مميزة. مطاعم بس على الصفين وبس، والناس بتمشي. ممكن قدام بقى يبقى فيه مناظر مثلا احسن، اكتيفيتيز اكتر. بص وانا ماشي لقيت محل متخصص بس في المارشميلوز. انا مش هدخل، بس يعني اهو بص كل اللي جوه دي مارشميلوز من مختلف الالوان. تعال ندخل. كانديز ومارشميلوز والحاجات اللي اسمها جاميز والحاجات المسكرة دي كلها. بص كل ده. بس مش عارف ليه حاطين عناكب هنا. يعني ايه الفكرة في العناكب اللي هم حاطينها دي؟ Wait a minute. بصوا لسه خارج من البتاع اللي هو بتاع الحلويات ده، محل الحلويات ده. لقيت المبنى الكبير أوي اللي قدامي ده. تعالى نخش ونشوف ده ايه. انا خلصت الشارع ده، لقيت ان المبنى ده ضخم جدا جدا جدا، بس عايز اروح اشوف ده ايه. ولقيت ان في شارع مقابل اللي احنا ماشيينه نفس الفكرة برضو. وبرضو بص الناحية التانية نفس الفكرة، انا برضو مطاعم على الجنبين ومباني قديمة جميلة. طلعت كنيسة يا جماعة، كنيسة قديمة تقريبا، هي وش قديمة يعني. بصوا عليها قد ايه. العذراء مريم معروفة بحجمها العملاق وتصميمها المميز، ودي مش زي أي كنيسة، دي أكبر مبنى في جدانسك من العصور الوسطى، وأكبر كنيسة تاريخية في بولندا كلها، وكمان أكبر كنيسة مبنية بالطوب في العالم كله. الكنيسة بدأوا يبنوها من سنة 1343، والبنى والتوسيع فضل شغال لمدة أكتر من 150 سنة. واللي بدأوا فكرة البنى كانوا فرسان اسمهم فرسان التوتانيك، يا رب اكون بنطق الاسم صح. وفضلوا هم اللي بيعينوا الكهنة لسنة 1454، وده كان بيعمل مشاكل كتير بين أهل مدينة جدانسك والكنيسة. أهل المدينة ما كانوش بيحبوا كل القوانين والعادات اللي بيحاولوا يفرضوها. على مدار 150 سنة الكنيسة اتوسعت واتغيرت، وكل مجموعة في المدينة كانت بتبني الجزء بتاعها من الكنيسة وبتديره بنفسها. وفي القرن ال16 ومع عصر الإصلاح الديني الكنيسة بدأت تتحول للبروتستانتينية، وأول احتفال بروتستانتي كان في سنة 1525، ومن وقتها كانت الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتينية بتعمل احتفالاتها فيها. وفي الآخر سنة 1572 البروتستانت استلموا المسبح الرئيسي وكانوا بيعملوا الاحتفالات عليه لحد سنة 1945، لكن الكاثوليك برضو فضلوا محتفظين بجزء من الكنيسة لنفسهم. وفي الحرب العالمية التانية الكنيسة اتدمرت بشكل كبير، النار حرقت السقف والانفجارات بهدلت الدنيا. عملية الترميم بدأت في الخمسينات وخلصت في نهاية السبعينات، ودلوقتي الكنيسة دي رمز للتاريخ والصمود في المدينة. من الواضح ان بقية الشارع اللي هو الجانبي اللي انا دخلته ده
ما فيهوش حاجة يعني ذات قيمة. المكان الحلو والجميل ده، انا قريت البتاع اللي هناك دي كده وفهمت ان هو تقريبا كان مكان بيشربوا فيه زمان يعني، وان هو اصلا اتدمر في الحرب العالمية التانية وبنوه تاني يعني. طيب احنا رجعنا للشارع الرئيسي اللي احنا كنا اصلا فيه والمبنى ده بشوفه من الأوضة عندي، من شباك الأوضة عندي بشوف الساعة دي. الراجل اللي هو بيلم البتاع بتاعته بعيد عن الشارع ده، الراجل ده بيقعد يلعب بالكورة، وشفته قبل كده كان يا عيني مقطوع نفسه، بس محترف جامد جدا. شوف غيره بقى. احنا وصلنا لغاية البوابة اللذيذة دي. في هنا نهر اهو، او ده بحر مش نهر. وفي هناك سفن، خلينا نروح نشوف السفن دي ايه، لان انا قبل كده شفتها في الصور. بس تعالوا هنا نبص نشوف المنظر الجميل ده. بصوا المباني شكلها في نفس الوقت مودرن و على ستايل المباني القديمة برضو، فشكلها حلو قوي. او هي دي المباني المودرن عندهم معرفش، بس انا حاسسها شكلها قديم، شبيهة بالمباني دي، مباني على الطراز القديم. بصوا يا جماعة، في مبنى هنا شكله قديم شوية، مش مهم اصوره عشان هو اصلا ملهوش لازمة، بس انا جيت هنا لقيت اصنام. بصوا لو ركزتوا في شكلهم هتلاقوا ايه. هو الحاجات اللي هم كاتبينها دي بصراحة ما فيهاش دلالة ان هم زمان مثلا كانوا بيعبدوها او حاجة، بس شكلها اصلا. وده المبنى اهو اللي قدامه الحجارة دي، شكله حلو برضو. طيب المكان ده اللي عند الراجل اللي بيعزف الفلوت اللي انا وريته لكم، مكان مشهور جدا، والشارع ده مشهور قوي، شفته على اليوتيوب قبل كده، بس هنجيه لما نروح عند السفن اللي هناك دي. بصوا يا جماعة، المحل اللي اسمه اوسترو بيتزا ده زحمة جدا جوه، والناس واقفة بره اهي مستنيين دورهم، ف نحطه على الليست ونيجي نجربه، بس مش النهاردة. المراكب اللي هناك دي اللي شكلها قديم شوية دي، على طول كنت بشوفها في الصور وفي الفيديوهات والحاجات دي، بس مش عارف محدش مديها انتباه يعني. واقف في الشارع مع الموتوسيكل ده، كتب عليه فوتو، يعني الناس تيجي تاخد صورة عليه وكده. بصوا تاني، وده من بعد البوابة بس الناحية التانية، يعني أنا خدتها بالعكس عشان أنا لفيت عشان المراكب اللي كانت ورا دي. ده محل بيبيع سوفينيرز. ورجعنا نشوف الشارع الجميل ده، اللي هو الشارع اللي انا بقول لكم مشهور وشفته وفي حاجات ده، بس مش عارف يعني، حاسه مش هيبقى ليه لازمة أوي. واحدة بتعمل ماركتنج لنفسها، خدت زباين اهو، مش لنفسها يعني المحل. المحل كله، قصدي الشارع كله، يعني الحاجات اللي هي بتتلبس، سيلفرز، يعني فضيات وحاجات، ميداليات. السوق كله كده. انا فكرت ان هيبقى في حاجة غريبة يعني، او حاجة مشهورة عشان. بصوا حاجات اهي. ودلوقتي قدامنا الكنيسة الكبيرة اللي هي كانت في اول الفيديو. وعايز اقول ان انا لما كنت بتفرج على الفلوجز بتاعت الناس اللي بتسافر لوحدها، كنت بقول هي الناس دي مش بتتضايق او مش بتزهق وهي مسافرة بلاد لوحدها كده؟
لقيت ان لا، الموضوع لذيذ جدا. انت مش بتحس تماما انك لوحدك، خصوصا لما بتبقى بتصور يعني. آه، حلو جدا بصراحة الاستكشاف، حلو جدا السفر. ولو انت عندك المقدرة انك تسافر، او انت بتحاول تسافر، ما تستسلمش، حاول، لان الموضوع فعلا يستاهل. واعمل كل اللي في ايدك انك تشوف الدنيا يعني، لان الدنيا مختلفة خالص. ايه ده، ماله ده؟ في واحد يا جماعة هناك هنا، مش عارف انتوا شايفينه ولا لأ، عمال رايح جاي وعمال يزعق. هو مش بيزعق، هو بيتكلم بس مش فاهم منه حاجة. طيب أنا فهمت هو بيقول لي إيه الراجل اللي ورايا ده. هو يعني راجل بيقول حاجات دينية يعني مسيحية، وتقريبا يعني إن هو إيه بيوعظ الناس أو حاجة زي كده. طيب أنا قعدت في المكان اللي اسمه أوسترو بيتزا ده، اللي واقف عليه لاين كبير قوي. كنت واقف في اللاين، فالراجل اللي جالي قال لي كام واحد؟ قلت له واحد. قال لي لو عايز تقعد بره تعالى، لو عايز تخش جوه هتستنى اللاين كله يخلص. فقلت له ماشي خلاص هقعد بره، واديني قاعد اهو متجمد. بس انا جنب البتاع اللي بتولع نار دي، فخير. طيب البيتزا وصلت اهي، شكلها مشهي جدا، شكلها حلو جدا بصراحة. طبعا لو حد يسألني البيتزا كانت حلوة ولا وحشة، اقول له لو مكاني ما جربهاش، بس ما كانتش حلوة يعني. هي دي يعني يعني اللي عندنا في مصر احلى بصراحة. اللي عندنا في مصر بقى في الاماكن العادية يعني، فاهمني؟ والله يعني ليها طعم عندي. لما نروح ايطاليا ان شاء الله هنجرب البيتزا الاوريجينال بقى، ونقول لكم هل هي ولا في فرق. قدامي دلوقتي واحد هوريهولكم، اللي هو بيلعب بالكوره اللي قلت لكم عليه ده، عمال يتكلم وبتاع والناس مرمومه حواليه. Sorry about that. Maybe someone from other country. Can you help me? Me? Yeah, come on. Where are you from? I'm from Egypt. Where? Egypt. Egypt. Egypt, Once again, yeah. Egypt. Wait a طب اديكوا شفتوا الواد اللي بيلعب بالكوره اللي انا قلت لكم عليه من بدري، اختارني من وسط الناس عشان طبعا شكلي مختلف، وهو قال ان انا عايز، ان هو يعني عايز حد من دولة مختلفة. كان عمال يتكلم بالهولندي وانا ما كنتش فاهم حاجة، بس قشطة يعني كانت تجربة لطيفة. وانا اصلا يعني قلبي كان على ايدي، او كنت خايف قوي ان انا ما مشدش مثلا، او البتاع يحصل له حاجة او نقع ووقعه. الواد كان واقف على ايد واحدة زي ما انتوا شفتوا كده، بس قشطة يعني. تجربة لذيذة. دلوقتي انا عايز اشوف حد بتاع ايس كريم، لان انا عايز اكل ايس كريم واجرب الايس كريم بتاعهم. على الله بقى ما يبقاش زي البيتزا ويبقى ليه طعم. الاجواء بالليل واحنا ماشيين جميله قوي. بص فوق، بص ورا. انا ايدي لسه بتترعش من الواد. رحت عند محل ايس كريم، بس قعدت تقول لي حاجات انا ما فهمتهاش. ف... فما رضيتش اجيب بصراحه. يعني انا كنت عايز ايس كريم بالفانيليا يعني. قعدت تقول لي ميكس كينج، قعدت تقول لي حاجات اسمائها غريبه. قلت لها I want just vanilla. قالت لي نو. هو ايه اللي نو يعني؟ طيب انا جبت الايس كريم، وبجد الايس كريم طعمه بسكوت. يعني انا جايبه فانيليا، طعمه بسكوت، وهو شكله فانيليا اهو، بس طعمه بسكوت. يعني حاجه تضايق جدا. ومش رخيص يعني، بما يعدي 150 جنيه مصري ولا حاجه. بس هخلص الايس كريمه دي اللي طعمها بسكوت وانا طالبها فانيليا، والست قالت لي ياز فانيليا. وهروح. بس اشوفكم على خير. ولو انت بتتفرج لحد هنا شكرا، اعمل لايك وسبسكرايب،
وكومنت اي حاجه عايز تعرفها هنا في بولندا. يعني اللي هقدر عليها اقوله. وسلام.